أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. عسلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نحضر معكم لورطه تونسيه، لورطه الزمنيه. تابعوا معي الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبكم. اول حاجه حضرتها معكم هي شحور، كما شفتوني حطيت كاس سكر عليه كاس ماء، وحطيت الشحور نتاعي يغلي على الغاز. من بعد باش نزيدوا 10 قارص ونكهو بشويه عطرشيه، نخليه يغلي ربع ساعه على الغاز ونسكر عليه. وتوا لهنا باش نحضر الكريم باتيسير. لهنا باش نعملها كريمه عربي، تنجموا تعملوا ساشيات الكريمه الحاضره. لهنا انا استعملت الكريمه العربي خاطر تجي ابن. حطيت 4 اصفر نتاع ضم، عليهم 900 ملل حليب، وحطيت عليهم 100 غرام سكر و100 غرام نشا وساشي سكر فاني. خلطت المكونات كما تشوفوا مع بعضها، حطيت منه شويه حليب، خلطته مع العظم والسكر والنشا باش نحي الكعابر اللي فيه الكل. ومن بعد نزيد الكميه كلها نتاع الحليب ونحطها تطيب على الغاز. كما شفتوني لهنا حطيت 900 ملل اكاو، ما حطيتش ايترا خاطر الاربع اصفر عظم يحتاجوا ايترا حليب. انا حطيت 900 ملل. نحب الكريمه نتاعي تجيني عاقده بالكدا وشاده روحها، باش من بعد كيف نقصوا اللورطه نتاعنا تبدا شاده روحها ومتماسكه وما تبداش مرخيه وجاريه. هذه الكريمه نتاعي بعد ما حضرت لهنا باش نكهها بشويه ماء عطرشيه. تنجموا تنكهوا باللي تحبوا انتوما، لكن الماء العطرشيه يقعد ديما يعطينا اللمسه كي البنينه نتاع الحلو، الحاجه الحلوه. وتستعملوا انتم الحاجه اللي تحبوا عليها. لهنا هذه الكريمه نتاعي حضرت. هذوما المكونات توا اللي باش نحتاجها باش نستعمل ورق المسوقه الدياري اللي حضرتهم معاكم. لهنا عندي 120 غرام زبده ذوبتهم، وعندي شويه فاكهه، عندي شويه بوفري ومرحيه، عندي شويه لوز مرحي، وعندي بيستاش. بالطبيعه تعملوا بالفاكهه اللي تحتاجوها واللي تستحقوها واللي متوفره عندكم، ما تصعبوش على رواحكم، اعملوا بالحاجه المتوفره عندكم. تنجموا تعملوا حتى لوز بركه، تنجموا تعملوا كاكاويه، الحاجه المتوفره عندكم تنجموا تستعملوها. لان باش ناخذ ورق المسوقه نتاعي باش ناخذ بالكعبه بالكعبه وندهن الكعبه مليح بالزبده، نشنشخها بالكدا بالزبده ونحطها في الطبق نتاعي بالطريقه هذه. لاني استعملت في المرحله الاولى لاني حطيت 4 كعبات مسوقه، وتو في القعر باش نفرش كعبتين اخرين باش من بعد كي نصبوا الكريمه هاكا تجينا فوق الملصوقه وما تخرجناش على الجناب، معناها تبدا شاده روحها بالكدا. لان هذه الكعبه الثانيه كما تشوفوا حطيتها هكا في القعر. وتوا باش نصبوا الكريمه نتاعنا. كما قلت لكم الكريمه راهي من نهارها طول ما بردتهاش. لهنا باش نفرش شويه فاكهه في القعر نتاع الطبق نتاعي. اللورطه بنينه على الاخر، صدقوني بنينه 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 بالكدا بالكدا. خاصه للسهرات الرمضانيه هكايا حاجه مزيانه وبنينه على الاخر، تتعمل من العشيه في الليل تلقاوها حاضره، حاجه بنينه بالكدا. زدت رشيت عليها لهنا فاكهه، حطيت شطر الكميه نتاع الكريمه، حطيت شويه فاكهه اخرى، وتوش نصب الكميه الباقيه نتاع الكريمه. كما تشوفوا لهنا الكريمه تبدا عاقده بالكدا شاده روحها. نحلها بالكدا في الطبق باش تجيني متساويه الكلها قد بعضها. لهنا كيف كيف حطيت زوز ورقات ملصوقه. وتو باش نرجع عليهم الكعبات الاخرين اللي في الجناب هذوما، نشدوا نلموهم ونسكروا عليهم بالكدا بالكدا. وماذا بيكم تحطوا الزبده بالكدا بالزيت زبده باش تجيكم الورقه هشوشه وتتقرمش تجيكم بنينه. اسقيوها بالكدا بالزبده.
توا باش نزيد نحط ورقتين اخرين ملصوقه من الفوق باش نعاود نسكر عليها باش تجينا منظرها مستوي من الفوق وتجي مزيانه. ديما نحاولوا نخدموا على البريزونطاسيون على المنظر الخارجي، كما تعرفوا العين تاكل قبل الفم، ديما نحاولوا نخرجوا حاجه مزيانه. ولهنا الكعبه الثانيه كيف كيف كملت سكرت اللورطه نتاعي بالطريقه هذه. هاكا نغطيوها بالكدا في الجناب، ندخلوا الملصوقه نتاعنا في الجناب بالكدا كما تشوفوا نستوي فيها. هذه ورقه الاخرانيه زدا كيف كيف حطيت لها الزبده وباش نزينها كيما الورده من الفوق. نجموا تستغنيوا عليها المرحله هذه جوست على المنظر كما قلت لكم باش نخرجوا حاجه مزيانه. دورتها من الفوق كيما الورده وباش نزيد ندهنها بالكدا بالزبده. شيخوها بالزبده كي تبدا تطيب في وسط الفور، تبدا الزبده ذيك تشتش معناها تبدا تغلي الزبده في وسطها. وتوا باش ندخلها الفور تطيب على 200 درجه باش نحطها تطيب بطبيعه من اللوطه، وفي اخر وقت نحل عليها من الفوق هكا تردوا بالكم عليها باش تتحمر ويجيكم لون مزيان، ما تجيكمش طايبه فوق اللازم، ما تجيكمش نيه زاده كيف كيف. وهذه اللورطه نتاعي بعد ما طابت، وهذا الشحور نتاعي كيما تشوفوه ماهوش شحور عاقد على الاخر وماهوش شحور زاده جاري ماء، شحور وسط كيما قلت لكم وقت اللي يبدا يغلي تحسبوا له ربع ساعه وطفيوا عليه الغاز. هذه توا اللورطه نتاعي بعد ما سقيتها نسقيوها وهي سخونه، نسقيوها هي تبدا بارده وشحور سخون، ولا العكس بالعكس، ولا تبدا هي بارده وشحور يبدا سخون. ولهنا باش نزينها من الفوق بشويه فاكهه، لان كيما قلت لكم الفاكهه المتوفره عندي شويه لوز وبوفريوه وبيستاش، وراهي ما تشدكمش الوقت بالكل، سهله على الاخر ما تشدش الوقت بالكل. حتى الكريمه ما تسحقش باش تخليوها تبرد، جوست معناها ما تطيبوها فوق الغاز تبداو تحضروا المكونات الاخرى الكل وتحطوا تحضروا، معناها ما تاخذش منكم وقت بالكل. وماذا بيكم كيف تجيو تقصوها تخليوها تبرد في عقلها. انا لهنا للامانه ما بردتهاش خاطر زربت حبيت نكمل الفيديو نتاعي فيسا، جوست نصف ساعه خليتها بردت شويه وقصيتها. اما كيما تشوفوها شاده روحها ومتماسكه بالكدا خاطر الكريمه نتاعي عاقده وشاده روحها ماهيش سايله، قصيتها فيسا ما رتحتهاش. اما شوفوا كيفاش معناها القوام تاعها شادت روحها. اذا كان باش تعملوا الكريمه مرخوفه راهي باش تسيح لكم ما تجيكمش مزيانه في القصان نتاعها. من بعد اقراو حسابكم على الحاجه هذيا. وكا ولهنا كيما قلت لكم راني قصيتها فيسا ما خليتهاش ارتاحت، ومع هذاك القوام تاعها مزيان على الاخر وشاده روحها بالكدا بالكدا. هذه اللورطه نتاعي بعد ما قصيتها نودكم من شهيكم ريحه ما شاء الله على الريحه نتاعها بنينه تهبل، الفاكهه على الكريمه على ريحه العطرشيه كله حاسيلو مع بعضه ما شاء الله بنينه بالكدا بالكدا. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. كالعاده ما تنساش باش تحطوا لي لايك وكومنتير وتبارطاجوا الفيديو مع حبيبكم واصحابكم، واللي يتفرج فيا اول مره ما ينساش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وتم بقى لي كاش نقول لكم بسلامه وفي امان الله، نتلاقى معكم ان شاء الله فيديو